فيا عبد الله أثبت أحد، أثبت على السنة، لا تتزحزح، لا تبع دينك بعرض من الدنيا، أثبت على السنة فإنها سبيل النجاة، هي سبيل النجاة. عظمها واعمل بها وادعو إليها واصبر على الأذى فيها. ستتعرض إلى أذى؟ الجواب نعم. إذا تعرضت إلى أذى فتصبر، لابد أن تصبر. نبيك صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون صدقه ماذا قالوا عنه؟ كذاب، ساحر، كاهن، مجنون، شاعر، وهم يعلمون أنه خير الخلق، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. نبيك صلى الله عليه وسلم وضع على ظهره سل الجزور وهو ساجد، كسرت رباعيته، شج رأسه، قيل ساحر قيل كاهن، أخرج من مكة وهي أحب البقاع إلى قلبه، يعني أخرج من بلدته وهو ثابت. يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون آئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. عرفتم؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فأنت تثبت. قال النبي صلى الله عليه وسلم كأني بنبي من الأنبياء آذاه قومه حتى أدموه فكان يمسح الدم على وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ولما خرج هائما في الطائف مهموما جاءه ملك الجبال فقال يا محمد إنني ملك الجبال، لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين الجبلين العظيمين لفعلت. على قريش كانت فرصة مواتية؟ كانت فرصة مواتية؟ عندي أنا وعندك أنت ربما نقول فرصة مواتية. قال لا، إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم قوما يعبدون الله لا يشركون به شيئا. أرأيتم فأنتم تصبرون في دعوة الناس. ادعوا إلى سبيل ربك بماذا؟ بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. علموا الناس توحيد رب الأرض والسماء، علموهم سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، علموهم أخلاق السلف وطريق السلف، واصبروا على الأذى. وستعلم إذا ما انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم، إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.